الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد، يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد. يا صباح الخير والسعادة والهنا والحلاوة كده كلها على عيون حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد وروتين جديد. يا رب كده اليوم النهاردة يعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا عايزين كده نبتدي الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وحط لايك للفيديو، وكمان كده اشتركي معايا في القناة لو لسه اول مرة بتشوفوا لولو وتشوفوا قناتها. فرحيها كده باشتراكك ووجودك كده معايا، وكبري عيلتي الصغيرة دي، كبريها بقى كده بوجودك فيها. اول حاجة انا كده عملتها، فتحت كده الشبابيك عندي، خليت كده نور ربنا يدخل كده الشقة، والهوا كده كمان الجميل بقى الحلو ده اللي بيغير كده اي طاقة سلبية في البيت بيطردها بره، ويدخلنا كده طاقة ايجابية وهوا حلو ونور كده جميل وضي كده جميل في الشقة. وكفاية قوي نسمة الهوا بتاعت الصبح دي بتبقى حلوة قوي قوي الصراحة. واحنا كنا فطرنا الحمد لله، بس ما جبتش معاكم بقى الفقرة بتاعت الفطار دي علشان ما تزهقوش كده من الفيديوهات وتملوا بقى منها، ونحاول نغير كده شوية في الفيديوهات بقى بتاعتنا. وبرضه طلعت كده غيارات للبنات، غيرت لهم خليتهم كده اخدوا شاور سريع. مش لازم اغسل لهم شعرهم كل يوم، بغسل لهم شعرهم في الشتاء دي مرتين بس في الاسبوع، وباقي الاسبوع بقى بغير لهم لبسهم يوميا مرة او 2 في اليوم، على حسب يعني ما بشوف البنات محتاجين ايه. بس وكان عندي كده بطاطا مسكتها نقعتها حطيتها كده في الميه، قلت بقى هبوش بقى منها اي طين اي تراب او كده. ومش هتاخد بقى معايا وقت في الغسيل ولا حاجه، هي حوالي ربع ساعه نص ساعه سيبيها كده في الميه وبعدين اغسليها كده على طول. مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود بقى في الغسيل، ولا تقعدي بقى تنضفي جامد ولا الكلام ده كده كله. وهنا بقى كان عندي كده بسله. البسله دي كنت جايباها يوم السوق، بس ما عملتهاش في يومها يعني وكده، لان طبعا يوم السوق ده بيبقى يوم كده يعني زحمه كده من اوله لاخره، فما عرفتش اعملها في نفس اليوم. فهمسكها بقى انضفها بقى كده معاكم دلوقتي، هفصصها كده كلها، وحاطه جنبي كده فوطه بحيث ان انا اول ما ايدي تتبهدل اروح غسلها، اروح مسحها كده في الفوطه على طول. لان البسله مش بتتغسل، البسله انت بتفصصيها وتفرزيها بقى كده على طول، ما بتتغسلش يعني ولا حاجه لحد بقى ما تيجي تعمليها. بس فهي طبعا مش بتتبهدل، ان دوك بس بشيل الكفر من عليها من بره، وبشيل بقى البسله من جوه كده واحطها في الطبق على طول. بس فهمسكها وافصصها كده كلها، بس طبعا مش هعملها معاكم كده كلها. هقعد كده دلوقتي بقى في الارض، هفرش بقى فرشتي واقعد كده في الارض، والبنات كمان هيقعدوا حواليا، ونقعد كده بقى مع بعض نقعد نفصص، اللي تفصص وتاكل واللي تفصص وتحط في الطبق، وهتبقى زيطه يعني. كده خلصنا اهو البسله. هم دول هم حبه صغيرين يعني، مش جايبه كتير ولا حاجه، لان انا في التفريزات دي مش بفرز كتير قوي، ان احنا في الاطبخه والحاجات دي ملناش فيها قوي، فبفرز كده حاجات بسيطه جدا. عملتها بقى كده اهي، لسه بقى اعمل لها الجزر ونكيسها في الاكياس واحطها بقى في الفريزر كده على طول. بس يلا بقى نجهز كده مع بعض الغدا. النهارده روتيننا رايق كده وبسيط ومتدلع، يعني مفيهوش شغل كتير ولا حاجه، لا النهارده اليوم كده بسيط. فحطي لي كده لايك للفيديو وكملي بس كده معايا الروتين للاخر، وباذن الله اليوم هيعجبك زي ما بيعجبك الروتينات كده التقيله والقويه والتنظيف والهده والتعب. انا برضو بريحك اهو، وبجيب لك كده روتينات برضو سهله وما فيهاش شغل كتير. هنا بقى كنت هحمر كده، ده ايه بقى؟ ده لسان وفشه. ماما كانت عاملاهم يعني كده، سلقاهم ومقطعهم شرايح كده اهو، وكانت بعتهم لي كده عادي. فانا مش بنحب ناكلهم كده، انا بحب احط كده معلقه سمنه في الطاسه، واروح محمره كده فيها الحاجه يعني، دي بتطلع جميله جدا جدا ومبتبقاش تقيله يعني ولا حاجه، لا هي دوبك بس تشويحه كده بسيطه ليها، وبتكون طعمها حلو جدا جدا، بتبقى حلوه قوي قوي. فهحمرها كده واخدها بقى كده على الوشين، وبعدين نقدم بقى كده الغدا بتاعنا، نشوف بقى هنحط ايه للغدا وهنظبط ايه للغدا. في اليوم ده كنت تعبانه شويه، فالصراحه يعني ما عملتش حاجه فيه. الموضوع الضغط اللي ماسكني ده الصراحه تعبني جدا يعني درجه يعني بتخليني افضل قاعده كده مكاني، مش قادره اقوم ان انا اعمل حاجه. ففي اليوم ده فعلا كنت تعبانه،
فقررت قلت خلاص مش هعمل اكل بما ان ماما بعتلي ده وانا كان عندي اكل وكده، فخلاص مش محتاجه بقى ان انا اقعد بقى في المطبخ طول اليوم واهد نفسي والكلام ده كله، وانا عندي كده كل حاجه. وكمان ماما برضو كانت بعتلي الليفت ده، هي برضو كانت عامله ليفت كده وبعتهولي، وانا كان عندي كده لسان عصفور طلعته كده للبنات. وكمان ماما برضو كانت بعته اللي هو اسمه ايه الجلاش، يعني كانت مظبطانا النهارده في الاكل الصراحه. هو النهارده كان الفري بتاع اخواتي، فكانت بقى عامله لهم الاكل ده، فبتبعت لنا يعني لازم تدوقنا كده من الاكل اللي هم بياكلوه. بس شايفين بقى شكل الاكل حلو ازاي بعد ما اتحمر كده في سمنه، معلقه سمنه كده بتظبط لك كده، لو فراخ بقى لحمه اي حاجه ظبطيها كده في معلقه سمنه وهتبقى طعمها حلو جدا باذن الله. يلا كده حطي اللايك وتعالي اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. هنتغدى وبعدين نرجع مع بعض لايه لكوم المواعين اللي مش بيخلص. المواعين دي مش بتخلص خالص خالص خالص. على طول كده مسكانة وقاعدة معانا كده في البيت، ما بترضاش تهوينا كده شوية. بس هنعمل ايه، ربنا يقوينا كده عليها وينصرنا كده على المواعين ونبقى اقوياء كده وحوضنا كده نضيف على طول بإذن الله. احسن حاجه ان انت تغسلي حوضك ومواعينك وبوتاجازك وتنضفي مطبخك وبعدين تقعدي رايقه. انما هتقولي بقى لا انا مش هقدر اعمل ده النهارده وهقعد رايقه، هتحسي كده ان انت قاعده على يعني زي ما بنقول كده على ابر عماله تشكشك فيكي، ما انتش قادره ترتاحي كده في قعدتك علشان حوضك فيه مواعين. فانت خلصي اللي وراكي وبعدين اقعدي كده رايقه ومتدلعه ومخلصه كده كل حاجه. بالنسبه بقى لحبيبه قلبي اللي بتسالني وكذا واحده سالتني البوتاجاز بتاعك انت بتستخدمي له ايه في التنظيف، انا البوتاجاز بتاعي بستخدم له الصابون العادي ده، ولما باجي اغسله تنظيفه حلوه او مثلا انا حابه ان انا اشوف له لمعه كده اهو بغسله باللهلوبه. اللهلوبه على فكره حلوه جدا جدا جدا. انا ما جربتش الباور على بوتاجازي خالص، جربته على الازاز بس علشان اشيل الاستيكر اللي على الازاز، انما مش علشان دهون. على العيد اتبهدل مني الصراحة، بس انا عملته باللهلوبة ولسه برضو في حاجات كده بسيطة عايزة اجيب اللي هو سترس ده واجربه. بس اللهلوبة معايا في التنظيف العادي حلوة جدا جدا جدا، بتلمعه وبتخليه بيلمع زي ما انتوا بتشوفوه كده، يعني ان هو نظيف وزي الفل ومفهوش اي حاجة. وارجع برضو واقولك ان انت لو ايدك في بوتاجازك على طول اكيد هتشوفيه كده بيلمع معاكي ومش هتشوفيه مطفي ابدا، ومش هتشوفي بقى فيه دهون ولا الكلام ده خالص. لو عندك الحوامل كمان فيها دهون بالسكينه كده ونضفيها، لو مش هتطلع معاكي كده بسهوله. بس انا فاتحه على فكره الميه مش راضيه اقفلها لان انا كنت فاتحه الميه السخنه، فمش ينفع بقى ان انا افضل كل شويه اقفلها وافتحها، السخان كده هيفضل يطقطق كل شويه وكمان مش هيرضى ينزل لي بقى ميه سخنه. فعلشان كده انا كنت فاتحه الميه السخنه. هم دول حبة المواعين بتوعتنا بتاعة الغدا، مفيش اي حاجة تاني. الفيديو ده على فكرة متصور من قبل الفيديو اللي انا كنت الغيبة الطويلة اللي انا غبتها عنكم، انا كنت مصورة الفيديو ده من قبلها بس ما كنتش منتجته، وبمنتجه بقى معاكم اهو وهينزل لكم بقى باذن الله. وشكرا جدا جدا، هفضل اشكركم كده في كل فيديو على سؤالكم عليا وحبكم ليا، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم من كلامكم الحلو ليا ولا من وقفتكم جنبي وكلامكم الجميل اللي بيحفزني ويحمسني ويخليني كده فرحانه ومبسوطه ان انا ابقى موجوده معاكم كده على طول باذن الله. حطي لايك وكملي معايا الروتين وخليكي كده مع لولو، وباذن الله روتيناتي هتعجبك جدا جدا وتشجعك وتحمسك باذن الله يا رب. كان عندي برضو كده كمان حبة غسيل اهو، فقلت اعمل لهم كده دورة سريعة ياخدوا كده دورتهم وبعدين هبقى نشرهم كده على طول. يعني هم حاجات اصلا مش هعيد عليهم كذا مره، هي حاجات بيجامات بتاعتي انا، على حاجات كده البيجامه اللي كنت لابساها، على حاجات كده بسيطه، فقلت ياخدوا كده دورتهم على طول ونشرهم وبعدين بقى يبقى خلاص كده ثبت الغسيل بتاعي فاضي. احسن حاجه ان ثبت الغسيل كده يبقى رايق وفاضي ومفيهوش بقى لا غسيل ولا اي حاجه. الواحد كده بتحس انه عنده راحه نفسيه قوي قوي لما يكون ثبت الغسيل بتاعه فاضي. حطيت كده كمان المسحوق واللي هو الفلفيتا ده حلو جدا جدا، وهسيبهم بقى كده ياخدوا دورتهم. وانا بقى دخلت قلت اعمل ايه، نعمل كده حاجه دافيه كده نشربها، عارفين بقى جو الشتاء الحلو اللي لازم بقى تعملي بقى فيه سحلب، نسكافيه، قهوه، اي حاجه كده مشروب حلو انت بتحبي تشربيه وتشربيه كده وتقعدي بقى في روقان وهدوء وراحه. فانا دلوقتي هعمل بقى كده معاكم النسكافيه اللي هو اللي انا كنت جايباه اللي هو الفانيليا ده. الصراحه موكا احلى منه، وبرده كنت جايبه نوع تاني اسمه لاتيه كان حلو برده، بس فانيليا ما عجبنيش قوي يعني للدرجه اللي هي. بس فحطيته كده اهو، برده حطيت كده معلقه سكر والميه السخنه، بعمله بميه مش بلبن لان هو اصلا في نسبه من اللبن البودر،
فعملته كده بالميه، وهاخده بقى دلوقتي واطلع بقى اشربه بره في روقان وهدوء وراحه. وبكده خلاص روتيني خلص معاكم. ما تنسوش كده تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حط لايك، مع السلامه.